بفيديو اليوم رح نعمل مع بعض كيكة أحمد الزامل. أنا كنت جربتها قبل مرتين، مرة بالبراونيز ومرة بالإنجليش كيك، بس المرة حبيت أعملها بكيك الشوكولا اللي عملته أنا بالبيت. صراحة طعمتها كانت بتاخد العقل، غير إنه كيك الشوكولا كان كتير سهل ومكونات متوفرة بكل بيت. ولحتى تعرفوا الطريقة كملوا معي الفيديو للآخر، بس قبل ما تنسوا تعملوا سبسكرايب أو تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، وتحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم. أنا رح أرجع أترك لكم المقادير والمكونات تحت بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. أول شي رح نبلش بكيكة الشوكولا. بكل بساطة عندي 3 كبايات من الطحين وكباية ونص من الكاكاو، أكيد يفضل إنه يكون خام يعني خالي من السكر، أو بحال إذا كان في عندكم الكاكاو بسكر حاولوا قللوا كمية السكر اللي حتحطوه. ورجعت حطيت فوقهم كباية من السكر، معلقة من الفانيليا ومعلقة من البيكنج باودر. يعني بالبداية بدنا نخلط المكونات الجافة كلياتها مع بعضها، فبحال كانت الفانيليا عندكم إياها سائلة فيفضل أكيد إنكم تحطوها مع المكونات السائلة مش الجافة. طبعا أنا قبل ما أحط الطحين كنت ناخلته من قبل لفضي منه الهواء، فالأفضل أكيد إنكم تنخلوا الطحين قبل ما تحطوه. من بعدها بدنا نخلط المكونات اللي عندي لحتى يتجانسوا مع بعضهم. هلا بدنا نحط المكونات السائلة، وأول شي رح نبلش فيه هو البيض. بدنا 4 حبات من البيض، وأكيد البيض لازم يكون بحرارة الغرفة. يعني إذا كان عندكم إياه بالبراد فيفضل إنكم تحطوه قبل بساعة برا البراد لحتى يصير بنفس درجة الحرارة الغرفة اللي انتو قاعدين فيها. من بعدها حطيت كباية من الحليب الدافئ، ما بتفرق سواء حليب سائل أو حليب بودرة، وتحطوا فوقه مي دافية وتحركوه كمان ما في مشكلة. من بعدها حطيت فوقه نص كباية من الزيت النباتي. نرجع بدنا نخلطهم مع بعض. هلا بالبداية رح تشوفوا الخليط شوي سميك، فرح نصير نضيف المي تدريجيا. هلا أنا احتاجت نص كباية تقريبا من المي، أكيد مي دافية. كل واحد على حسب نوع الطحين اللي عنده، يمكن تحتاجوا كباية أو نص كباية، بس الأفضل الأهم إنكم تزيدوا المي تدريجيا. تصيروا تخلطوا لبين ما يوصل معكم القوام مثل ما أنتم عم تشوفوا على الشاشة، اللي هو قوام الكيك العادي. من بعدها بأي صينية فرن عندكم ندهنها زيت نباتي ومنرش بقلبها طحين، فهي الحركة بتساعدنا على إنه الكيك ما يلزق بقلب الصينية. من بعدها منصب الخليط بقلب الصينية ومنحطها بفرن درجة حرارته 180 محمى مسبقا قبل ب10 دقايق. نصيحتي لكم ما تفوتوا الكيك على فرن بارد، يعني الأفضل إنكم تفوتوه على فرن حامي. أخذت معي بالفرن بالضبط نص ساعة، حرفيا طلع معي الكيك بياخد العقل وبشهي، وريحته كانت بتجنن. ريحة الكاكاو كان معبية بالبيت. هذا الكيك حتى ممكن تاكلوه هيك لحاله يعني، أو مع صوص شوكولا، يعني بياخد العقل حرفيا. حبيت فرجيكم كيف طالع قلبه من جوا، هيك طالع اسفنجي وعن جد شي رائع. الكيك هيدا عمل معي 3 صواني من كيكة أحمد الزامل. بالبداية تركت كيك الشوكولا يبرد على الأخير، من بعدها قطعته وسقيته بحليب شوكولا. هلأ بالنسبة لطبقة الكريمة، هاي الكمية اللي استخدمتها أنا لصينية واحدة. أول شي بدنا أي نوع جبنة كريمية، أنا حطيت منها 3 معالق كبار، علبة من القشطة، أي نوع قشطة كمان ما بتفرق، وظرف من كريم الشانتيه اللي بيكون بودرة. هلأ أنا بالبداية حطيت 3 معالق، بعدين احتجت الظرف كلياته فحطوا ظرف كريم شانتيه كامل. بعدين حطيت تقريبا ربع قنينة من كريمة الطبخ، وتقريبا نص كوب من حليب المكثف المحلى. هلا بالمكان اللي أنا فيه ما كان موجود ميكسر، فاستخدمت هاند بلندر. بالنسبة لكم فيكم تستخدموا اللي بدكم إياه، حتى فيكم أن تحطوا المكونات كلياتها بخلاط وتخفقوهم. بحال كان بدكم تستخدموا معلقة هلا ممكن تصير، بس إيكم رح تجعكم كتير ورح تاخد وقت كتير معكم. طيب من بعدها بدنا نحط الكريمة فوق الكيك اللي سقيناه بالشوكولا بالأول. نرجع مننقلها على التلاجة، بتاخد حوالي 10 دقايق بس لبين ما نحضر طبقة الشوكولا. هلأ بالنسبة للشوكولا حطوا أي نوع شوكولا، أنا حطيت شوكولا سائل يعني ما كانت قالب دوبته، لا هي جاي لحالها. حطيت فوقه شوي من كريمة الطبخ وحطيتها بالمايكرويف لحتى يدوبوا، وخلطتهم مع بعض وضفتهم فوق الكريمة اللي عملتها بالأول. من بعدها رجعت فوتها على التلاجة مرة تانية تقريبا 10 دقايق بس لجهز الطبقة الأخيرة، واللي هي رح تكون طبقة الكورن فليكس. كمان أي نوع كورن فليكس ما بيأثر، أنا كان عندي إياه للدوائر فحطيت فوقه شوكولا، نفس الشوكولا اللي عملناها، حطيت شوي منها فوقهم، خلطتهم مع بعض، ومن بعدها ضفت الكاكاو. من بعدها خلطتهم وضفتهم فوق الكيك. طلعت عندي أحلى ليزي كات، ممكن تجربوها، حرفيا كانت طعمتها خرافية. قوام الكريمة
بيعقد. فإذا بعدكم ما جربتوها بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. برجع بذكركم بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد، وصحتين.